حد الله. راحنا مقهورين واحد القهرة ربي بوحده هو اللي عالم عليها. بدون خوف المواطنين ما بقاوش كيخافوا. وانا عندي الولاد بديك الشارع هذا، قلت لها يا اختي واش انا شي نعمل فعال نجيب ولدي ولا بنتي في يدي؟ شنو هذا المنكر يا اخي؟ اللهم هذا منكر. عاش المالك راه ما عارفش هذا الشيء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمام محكمة الاستئناف بطنجة كدايز من هنايا هما يبانوا لي هاد الناس هادو كيديروا المظاهرات، كيحتاجوا هادشي ولفناه هنايا في طنجة. هاد الناس هادو ما عندي ما نسالهم، كل السبت والحد كيديروا المظاهرات عكس مدن أخرى. المهم الاخوان دابا نمشيو عندهم، دابا نيجيو ناخذ منهم واحد الكلمة نشوفوا ليش دايرين هاد المظاهرات، ليش كيحتاج. حاوية ديال العزبال، هذه هي الديمقراطية في المغرب. الدولة والحكومة ديالها والمسؤولين ديالها والعبواق ديالها كيخافوا من التشهير بأنه ما كاينش ديمقراطية في هذه البلاد. وطاعة الله أيها المواطنين، واش كاين ديمقراطية في هذه البلاد؟ واش كاينة ديمقراطية في الريف؟ هذه سنوات كانت احتجاجات أصلها اجتماعي، كانوا مطالب اجتماعية. الدولة كترفض، الدولة لا تقبل بهامش ديال الحرية. اعتقلت الشباب وججت بهم السجون وقدمتهم للمحاكم، بل اختطفتهم وعذبتهم وقدمتهم للمحاكم وخداو سنوات وأحكام اللي وصلت المدة ديال 20 سنة. شباب يحكم ب 20 سنة لا لشيء إلا لأنه احتج على أوضاعه المزرية وكيطالب بتحسينها، طالب في الحقوق ديالو. الشهيد محسن فكري بائع السمك، كلكم كتعرفوا وكلكم شفتوا لي فيديو كيفاش طحنوه ولا طبيب. سلسبيل تحته سنواصل الكفاح سلسبيل خلوصية لا تنازل عن قضية. خصك تكون عندك فكرة على هذه الحركة ديال الاحتجاج ضد الغلاء، ضد الأسعار اللي كاينة في جميع المدن. يعني كانت نهار الحد خرجات، وقفات، مسيرات، أغلبية ديال المدن المغربية. كان كذلك الأحد الفارط كانت وقفات. كان كذلك يوم الاثنين بمناسبة الذكرى ديال 20 فبراير كان كذلك احتجاجات في جميع المدن. يعني جميع المواطنين راهم رافضين هذا الغلاء وتعبروا حسب الامكانيات ديالهم، حسب المقدورات ديالهم، يعني بدون خوف. بالنسبه لنا حنايا كحركه احتجاجيه في المدينه نواظب على الاحتجاجات، نشارك في جميع الاحتجاجات وقت ما كان شي موضوع يمس الحياه ديال المواطنين، يمس احتياجات ديال المواطنين. إذا كان ضرر شي جانب من الجوانب من المسائل اللي كيعيشها المواطن كنظموا احتجاجات بشكل مستمر، كنظموا احتجاجات وكنعبروا على مواقفنا بدون خوف. المواطنين ما بقاوش كيخافوا. وقت اللي كيكون يستلزم الاحتجاج راه كيخرجوا الناس للاحتجاج، كانوا قلال ولا كثار. المهم كتكون واحد الحركة احتجاجية متواجدة في الشارع تعبر على نبض المجتمع، هذا هو اللي مهم.
هاد المظاهره سيدي ماشي خص غير هاد المظاهره هادي صافي خص شي حاجه كثار من هيدا، اما هادي قليله في حقنا الصراحه بالله. راه حنا مقهورين واحد القهره ربي بوحده هو اللي عالم عليها. علاش ما جيتي هذا عام وحنايا نهار على نهار شي حاجه كتصبح زايده. بدات في الصيفيه بدات الاسعار في البقال في مطحن جميع المواد، وحنا كنقولوا صافي هذه كتغطيها، ولكن في هذه الساعه هذه بالله من واحد القهره اللي ربي عالم بها. يعني ما عندناش شي حاجه اللي كنزلوا عليها يدنا. البوبري الدرويش المسكين المحتاج راه مقهور واحد القهره ما عندوش ما يلدا، ما عندوش ما يتداها، ماشي وحده. الدرويش حنايا ما كنفكروش في شي حاجه زعما اللي خارجه علينا، على قولوا شي حاجه اللي زايده، شي رفاهيه، شي بزويش، حنا كنقولوا غير جبروا نعملوا في بلادنا وليداتنا، ولا مشينا نطلبوا نتداواو نخرجوا نبقى نديو 100 درهم اللي ما كتقدرش تخرجها، كيقول لك 100 درهم اش غتشري لك، واللي ما عندوش حتى 100 درهم اش غادي يعمل، واللي عنده 4 و5 اللي حنا كنقولوا 4 و5 ما حنا ربينا 7 و8، هادو اللي عندهم جوج ما حنا فالوا معاها، ماشي هذا منكر، اللهم هذا منكر، اللهم هذا ظلم، حتى لو غادي يبقى هادشي هذا. بلادنا الصراحه بالله مزيانه، مع اننا نقولوا فيها الخير، دابا الخضره موجوده، الخير موجود، ولكن الغلا خصنا شي واحد اللي يشرحنا علاش هادشي هذا، شي واحد يقول لك خير الكلام ما خف ودل. الاسبوع الثالث على التوالي كننظموا احتجاجات ضد الغلاء، لان الاوضاع بقى هي وحنا ديما متعاهدين مع الناس اللي كتحضر على اساس طول ما هذو اسباب الاحتجاجات كاينه قائمه، فالاحتجاجات راه غتبقى مستمره. كاين الضحك على الدقون من طرف المسؤولين لا من ناحيه في التصريحات ديالهم، لا من ناحيه ديال الخرجات الاعلاميه ديالهم، كلها كتدعي شيء والواقع ديال الغلاء وارتفاع الاسعار شيء اخر. الغريب هما انهم بداو كياخذوا واحد المنحى انهم كيهضروا على الاثمنه ديال الخضر في سوق الجمله، والمواطن ولا ما علاقه له بسوق الجمله، يعني باش يدوخ يعني المواطن كيسمع المطيشه كتعمل 8 دراهم ولا 7 دراهم، ملي كيمشي للسوق كيلقى 9 دراهم 10 دراهم، يعني راه واحد الكذبه اخرى كيلجؤوا لها من اجل يعني تشتيت الناس وشكوهم حتى في راسهم علاش كيحتجوا. حنا مستمرين في الاحتجاج رغم ان الطقس اليوم كان شويه ديال الشتاء وجاو شويه ماشي تلهي، ولكن مع ذلك حضروا المواطنين والمواطنات باش يعبروا على السخط ديالهم، على التذمر ديالهم من هذا الواقع المعاش، هذه القصه اللي ماشي غير دارت جنحين راه ما بقاتش كتبان. تحيه مره اخرى للجماهير اللي حاضره على الحضور والصمود ديالها. الاحتجاجات غتبقى مستمره الى ان ترفع هذا المشكل ديال الغلاء. وتحيه مره اخرى. هادشي هذا غلاء الاسعار راه بزاف خيرات تقهرنا. دابا المشكله واخا كنعملوا هادشي هذا ما كايناش النتيجه ايجابيه ما كايناش، واخا كيسمعوا هادشي هذا، واخا هذا المنكر هذا راه منكر، هذا راه منكر. دابا تصور انت ما كتبقى خدام العام كامل اولا عامين ولا ما عرف شحال من عام خدام كيزيدوك 50 فرنك، عام يزيدوها عامين ما يزيدوهاش، وكتنعس كتفيق كتجبر عباد الله طاطا 10 دراهم بصال ما نعرفش شحال الجلبه ما نعرفش. شنو هذا المنكر؟ ما بقيناش نقدروا نوصلوا عند البقاله، ما بقيناش نقدروا نوصلوا، هذا راه منكر اخر. هاد المسيرين اللي مسيرين هاد البلاد مسيرينها للفساد، هادو باغيين يردونا بحال قاطع، حنا ماشي قاطع، حنا بشر. الله سبحانه وتعالى خلقنا بالعقول ديالنا، عندنا باش كنفكروا. هادشي راه منكر اخر. الا ما نهضروا كتمشي سبيطه راه انا بيدي قسما بالله مشيت نعمل التحاليل، كنت حامله مشيت نعمل التحاليل، قلت لاختي انا خصني التحاليل نعملوا، عملت لي الموعد قالت لي نمشي حتى ل5 في شهر 6 وانا عندي الولاده في ديك الشهر هذا. قلت لها شنو يا اختي واش انا نمشي نعمل التحاليل نجيب ولدي ولا بنتي في يدي؟ شنو هذا المنكر اخي؟ اللهم هذا منكر. عاش الملك راه ما عارفش هادشي هذا، ما عارفش هادشي هذا اللي كيدور عباد الله. انا هاد اخنوش ولا ما عرفتش اللي اسمه في باغي تنسى راه اخنوش، اخيتي لا الثلاجه ديالك راه عامره. وعباد الله راه حنا عندنا ولادنا ما بقيناش نقدروا نشريو لهم شي حاجه، بقينا كنا كنفكروا نعملوا شي حاجه، دابا ولينا كنفكروا عباد الله كاش ديالنا. شنو هذا المنكر هذا؟ نسينا الدين ديالنا، نسينا كلشي. شنو هذا المنكر عباد الله؟ شنو الا ما نغوتوا؟ حنا خصنا نحل هادشي هذا. دابا ملي كيسمع هادشي هذا كيخرج كيهضر كيبقى فيه يهضر عباد الله، كيبقى يضحك ما مسوقش لهادشي.
شي اللي كيهضر لك على شي حاجه اللي ما عندها علاقه بالنهار هذيك الشيء هذاك اللي كتهضر، ولا قال لك شي هضره الناس قالوا له مطيشه قال لك برد، وعباد الله واش من برد عباد الله كتقولوا الشتا طاحت، وعباد الله الصيف تعملوا له العذر، الشتا تعملوا له هادشي هذا عباد الله في باغي نتوصلوا، وهذا عباد الله اسبانيا هذيك مطيشه اللي كيهضروا دابا هما اللي جالسين النادي المجر ما ياكل فيها، وقسما بالله اسبانيا عندهم واحد الاحتفال ولا عرفتش اللي كيقولوا له مطيشه كيشدوا هذا المغرب وكيبقاو يشيروا عباد الله وكيلعبوا بيها، ومن هذا ما جابها شي مسكين حتى باش يشري ديك مطيشه، شنو هاد المنكر خير بزاف قسما بالله بزاف. حرية كرامة عدالة اجتماعية 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 حرية